في حلقة النهاردة أنا هعرض لحضراتكم واقعتين حصلوا في خلال اليومين اللي فاتوا، والواقعتين مرتبطين ببعض بشكل كبير قوي. كمان أنا هعرض لحضراتكم الواقعتين بالصوت والصورة داخل الحلقة. الفيديو الأولاني واللي هعرضه لحضراتكم بداخل الحلقة فهو لشاب بيحاول إن هو الفعل اللي بيعمله مع والدته فعل غير لائق تماما، وبياخد الأجهزة اللي موجودة في البيت وبيبيعها، وطبعا حضراتكم عارفين ده كله لغرض ايه. انا هعرض لحضراتكم الفيديو ده بداخل الحلقة، وحضراتكم هتشوفوا الفيديو ده واللي حرفيا هتتصدموا منه جدا. بالاضافة ان في الفيديو تاني من الحلقة في الفقرة التانية من حلقتنا انا هعرض لحضراتكم فيديو، والفيديو التاني ده هو ابشع على الاطلاق، لان في الفاظ خارجة جدا من الشاب باتجاه والدته. وكمان هنعرف الواقعتين حصلوا فين بالظبط، وكمان هنعرف اخر التفاصيل اللي حصلت للواقعتين بعد انتشارهم. دلوقتي كل اللي مطلوب من حضراتكم ان حضراتكم تكملوا معانا الفيديو للنهاية، ويا ريت لو تحط لايك للفيديو. دلوقتي علشان ما اطولش عليكم تعالوا بينا نشوف اول واقعة مع بعض ونرجع نفهم تفاصيلها. انا اسمي عمر صفد محمد الخمري محمد، وواخد الشيشه دي ابيعها ضغط، واللي عندكم اعملوا لو انتوا حكومه هم يوريكم فيديو عبدوني بيه، وهي بتقول لي بلاش كده والله هاخدها من دين ام الضغط، لو انت خدتي دي ترهنيها بره اخش اخد لك الشيشه اللي جوه ابيعها. هو افترى ابني؟ افترى عشان الفيديو يبقى لازم لوز ودي مسرح. ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منكم. انا سايبها لكم ماشي. امشي سيبها لكم امشي. شفتي انت مشيتي منين فين عشان تجيبي لنا هنا اهو؟ بص ما تشطحليش. لا ده اسلوبي في الشارع، لا ده اسلوبي في الشارع مع الجماعه كله. اقول لك على حاجه ما بيجننيش. مش هاخد الشاشه والله يا موتك يا موتي على الشاشه، وقسما بالله لو ربنا نفسه مسك كلمه ما بيني وما بينك يا موتي على الشاشه. وانت خارج بره هسيبك اقول حرام الشاشه. وانا اقول لك على حاجه، اقول لهم حرام الشاشه يا جدعان عشان دي شاشتي، وانا ما سرقتش من عندها زيهم ولا اتحبست زيهم. بتاعتي بشقايه، بتاعتي بشقايه. لا عايزه تجيبها مع الارض، عايزه تجيبها على الارض قبل ما ابيعها، وانزل اجيب لك اللي جوه. دي بتاعتي بشقايه، حرام يا بنت. زي ما حضراتكم شفتوا كده بلطجة ما بعدها بلطجة. الواقعة اللي حضراتكم شفتوها حصلت في منطقة السلام بالقاهرة. زي ما حضراتكم شايفين شاب بيدخل على امه، وكمان عاوز ياخد الاجهزة الكهربائية زي الشاشة علشان يبيعها. زي ما حضراتكم عارفين كله علشان كده. التصرف اللي هو بيعمله ده انا مش عارف بقى منتشر في الفترة الاخيرة. كمان الفيديو زي ما حضراتكم شفتوا فيه الفاظ خارجة، طبعا زي ما حضراتكم عارفين الفاظ من جوه من حنجرته. بالاضافة كمان انه قال كلمة بداخل الفيديو اللي هو بيقول لو ربنا عمل ايه. انا مش عاوز اوضح، ولكن الفيديو موضح نفسه. الكلام والالفاظ اللي هو قالها الكلام ده ما ينفعش لست اللي هي في الاول وفي الاخر بتكون والدته، الست اللي كبرت وربت، الست اللي حملت 9 شهور علشان تطلعه، وفي الاخر الدكتور اللي جه كل حكايته ان قال انها جابت ذكر جابت راجل. انا مش عارف ازاي الايام بتعدي وبيطلع والقسوة بتطلع على الام بالشكل اللي حضراتكم بقيتوا بتشوفوه ده. كمان في حلقات كتير وفي فيديوهات كتير بنفس النمط وبنفس النظام ده. انا مش عارف دول بقى بيفكروا ازاي. حرفيا الشرب والسيجارة وكل حاجة مسوحاهم لدرجة لا تتخيلوها، ان الشاب من دول يتعدى على امه بالالفاظ. ولسه كمان الفيديو اللي انا هعرضه في الفقرة التانية ابشع من ده حبتين، لانه بيتعدى عليها بالفاظ صريحة جدا. الفيديو ده انا هعرضه لحضراتكم برضو بالصوت والصورة، حضراتكم هتشوفوه. الواقعتين مرتبطين ببعض، ولكن انا كل اللي انا عاوز افهمه احنا ازاي بنوصل للمراحل اللي زي كده، وازاي بتجيلنا الجرأة ان احنا نتعدى على الام او الاب بالالفاظ اللي حضراتكم بتشوفوها. انا مش عارف احنا وصلنا للمرحلة ده ازاي. المرحلة اللي احنا وصلنا لها دي بناء عن ايه بالظبط؟
ان الشخص يبقى بالنسبة له عادي كده ان هو يطلع ويتعدى على والدته وكمان يبيع اجهزة البيت، واللي هي يعني في الاول وفي الاخر هو مش شغال بحاجة زي كده. يعني هو مش هو اللي جايب الاساس بتاع البيت، يعني زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو كده ان هي اللي بتقول ان هي جابت الحاجات. طيب هو ده برضو منظر واحد هيطلع يشتغل ويصرف على بيت وكمان هيصرف على والدته، واللي في الاول وفي الاخر زي ما حضراتكم بشفتوا كده الواقعة بتوضح كل حاجة، وكمان عارف انه بيتصور. المشكلة انه عارف انه بيتصور ومع ذلك يعني مفتخر باللي هو بيعمله وكمان مش همه حد. بالمناسبة الواقعة دي لسه ما نزلتش على صفحة وزارة الداخلية لحد دلوقتي، ولكن في الساعات اللي جاية ان شاء الله هيشرفنا على صفحة وزارة الداخلية. تعالوا بقى دلوقتي نشوف الفيديو التاني مع بعض ونرجع لحضراتكم مرة تانية. هتفضلي تردي؟ هتفضلي تردي؟ ربنا لو ظالمينك ده انت منك لله، ده انت حرقه دمنا على طول منك لله. يا صايع اللي برد همك يا صايع. هم يا بنت الشر زي ما حضراتكم شفتوا في الواقعة التانية دي واللي هي كارثية بمعنى الكلمة. انا مهما كان عامل صوت على الكلام اللي هو بيقوله، ولكن برضو الكلام واضح زي ما حضراتكم سمعتوا كده، تعدي بالالفاظ عليها ومتصور كمان، وهو يعني الاسلوب اللي هو بيتعامل بيه اسلوب بلطجة 100%. وعلى مين؟ على الام اللي ربت، الام اللي موجودة بداخل المنزل، الام اللي كبرته واللي في الاول وفي الاخر بتعتبره ان هو راجل البيت، بيعتدي عليها بالالفاظ الصريحة زي ما حضراتكم شفتوا، ولا كأن الام واحدة من الشارع. واللي فيه من حضراتكم دلوقتي اللي بيسمعني وكمان في ناس كتير يعني بتفكر بنفس المنهج اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي، بيقولوا يا ليت الام والاب موجودين لحد النهارده، يا ليتهم موجودين في حياتنا واحنا هنشيل جزمتهم على دماغنا، هنشيل التراب اللي هم بيمشوا عليه على دماغنا. في ناس كتير بتتمنى انها تعمل كده، اللي للأسف ان هم فقدوا والدهم او فقدوا والدتهم، ولكن دلوقتي بيرجعوا يتحسروا على اللحظة اللي هم راحوا منهم. ولكن دلوقتي عارفين ان هم يعني كانوا موجودين في حياتهم، عاملين نور بداخل حياتهم، ولكن الناس اللي زي كده، الناس اللي هي التانية اللي بتعتدي زي ما حضراتكم عارفين، يعني مش مقدسين النعمة اللي موجودة في حياتهم، واللي هي الأب والأم، واللي هي الأم اللي ربنا ذكرها وقال الجنة تحت أقدام الأمهات. لكم الرأي وحضراتكم يعني تشوفوا الحاجات اللي زي كده. أنا بعرضها لغرض بس إن احنا نتعلم ونستفيد منها وما نكررش أخطاء غيرنا. يا ريت لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدعم الفيديو باللايك بتاعك الجميل عشان يوصل لكل واحد وكل واحد يفهم بالظبط أهمية الأب والأم جوه حياتنا، وإن هم مش حاجة قليلة. أشوف حضراتكم على ألف خير. سلام عليكم.